هل بتحس انك عايش عشان الاخرين بس؟ هل لقيت نفسك بتقول نعم على طول حتى لو كان عقلك بيقول لا؟ ارضاء الاخرين منهك وبيأثر على راحتنا النفسية. من الطفولة بنتعلم ان سعادة الاخرين مهمة، بس فين سعادتك انت؟ النهاردة هنشوف ازاي ممكن نكسر الدايرة المغلقة دي ونبدأ نخلي احتياجاتنا أولوية. أهلا بيكم. كلنا نحب نكون محبوبين، بس أحيانا بننسى نفسنا وبنفقد احتياجاتنا عشان نرضي الناس. السلوك ده عادة بيبدأ من الطفولة. لو أنت نشأت في بيت بتحاول ترضي أفراده دايما على حساب نفسك، ده هيأثر على شخصيتك واستقلالية رأيك. وضع حدود ومعرفة إمتى تقول لأ مش أنانية زي ما بيروج لها البعض. خلينا نتكلم أكتر إزاي نبطل نبحث فقط عن إرضاء الآخرين. أول حاجة، أكد على ذاتك. لما تعتمد على آراء الآخرين عشان تحدد قيمتك هتفقد رؤيتك لنفسك وهتفقد هويتك، تنسى أنت مين، تبقى بس عايز ترضي كل اللي حواليك. اسأل نفسك أنت مستني إيه من رضا الناس؟ هل احترام؟ هل تقدير؟ إجابة السؤال ده تساعدك تشتغل على نقصك وتبني ثقتك في نفسك. تاني حاجة مهمة، إنك تتعلم تقول لا. أحيانا الناس بتقدم لنا الكثير من الدعوات والفرص، لكن مش لازم نقبلها كلها. لما بتقول لا أنت مش بس بتحط حدود، لكن كمان بتحافظ على وقتك وطاقتك. زي انك مش قادر تحضر مناسبة معينة لانك مشغول او حتى محتاج وقت لنفسك، دي حقك ومفيش مشكلة لو رفضت الحدود. بالعكس، انت كده بتبني حدودك الواضحة اللي هتجبر الناس تحترمها. وثالث حاجة، تخصيص وقت لنفسك. لما حد يطلب منك حاجة ما تترددش تقول خليني افكر شوية. مش لازم تستعجل في اتخاذ القرار، وانت عندك كل الحق في اخذ الوقت الكافي للتفكير. تخصيص وقت لنفسك يعني انك تدي نفسك الفرصة لتقييم الاشياء بشكل هادئ. احيانا الاستجابة السريعة ممكن تخليك تقبل أشياء مش حاببها ومش محتاجها. فكر في احتياجاتك قبل ما تقرر. الخطوة دي تبان بسيطة ولكن بتعمل فرق كبير في حدودك وتعاملك مع نفسك ومع رضا الناس. الحاجة الرابعة هي تحديد الأهداف. تحديد أهدافك مش بس بيساعدك تركز على الطريق اللي عايز تمشي فيه، لكن كمان بيخليك تعرف إيه اللي يستحق وقتك واهتمامك. لما يكون عندك رؤية واضحة هتقدر تميز بين الفرص اللي بتتماشى مع أهدافك وبين اللي ممكن تضيع وقت، وده هيخليك تستثمر طاقتك في الحاجات اللي فعلا تهمك وتبطل تفكر بس في إرضاء الناس. والحاجة الخامسة، لازم تتوقف عن الاعتذار على كل حاجة. يعني مش كل موقف يستدعي انك تعتذر. اعتذر بس عن الغلطات الحقيقية اللي عملتها واحتفظ بقيمتك. لما بتعتذر دايما بدون سبب حقيقي بتبان انك اقل من غيرك او انك مش واثق في نفسك. خليك قوي وركز على مميزاتك لما تحس انك قدمت شيء كويس، وابعد عن فكرة الاعتذار بلا سبب. ثقتك بنفسك هتزيد لما تتعلم تحافظ على احترامك لنفسك. والحاجة السادسة، تخلص من الأشخاص السامين. دايما الناس اللي بتحاول ترضي الآخرين ما بتعرفش تقول لأ، بيكونوا عرضة للاستغلال وجذب أشخاص سامين ومستغلين كتير. حاول تخلي دايرتك صحية وترفض الاستغلال والتصرفات السامة بشكل واضح وصريح يحافظ على حدودك. كلنا عايزين نكون محبوبين، لكن لازم نحب نفسنا الأول ونحترمها عشان نلاقي الاحترام من الناس. شاركنا رأيك في التعليقات.